أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. وفي حلقتنا النهاردة هنكمل كلامنا اللي ابتديناه من حلقتين فاتوا، لما كنا بنقول إن إزاي كل حاجة حوالينا وموجودة في جسمنا عبارة عن مادة كيميائية. كنا بنقول إن المادة الكيميائية اللي بيحدد هي سمية ولا لأ، مش إن هي أصلها مادة طبيعية ولا مادة مصنعة. نسأل بقى رضوى، أمال إيه اللي بيحدد لو ما كانش ده يا رضوى؟ خليني الأول أحكي لك عن واحد اسمه باراسيلسوس. هو الراجل ده اتولد سنة 1493. باراسيلسوس ده بيعتبروه الأب لعلم السموم. الراجل ده وضع قانون برضو بيعتبروه إن هو القانون الأول في علم السموم. القانون ده بيقول إنه الجرعة تصنع السمية، يعني إحنا بنستهلك قد إيه من المادة الكيميائية دي هو اللي بيحدد إذا كانت هتكون سامة ولا لأ. هو الراجل ده قال إن كل حاجة حوالينا، كل حاجة موجودة في الدنيا هي عبارة عن مادة سامة، بس اللي بيحدد هي هتبقى سامة ولا مش سامة هو استهلكنا منها قد إيه. ففي حاجات بتحتاج لو خدنا منها جرعة صغيرة هتبقى سامة، وفي حاجات ممكن ناخد منها جرعة كبيرة، يعني بعد جرعة كبيرة قوي تبدأ تبقى سامة. فده اللي بيحدد هو الجرعة، مش أصل الحاجة هل هي طبيعية ولا مش طبيعية. طب ممكن يا رضوى تديلنا أمثلة على مواد لو اتاخدت بجرعة صغيرة ما تبقاش سامة، لكن لو اتاخدت بجرعة كبيرة ممكن تبقى سامة؟ يعني ممكن مثلا المية اللي هي احنا بنفكر فيها دايما ان هي حاجة آمنة جدا، لو حد شرب 6 لتر مية مرة واحدة ده ممكن يموته. القهوة 42 كوباية من القهوة في قعدة واحدة برضو ممكن تسبب الوفاة. في واحد في أمريكا مات بعد ما كل الحلوى اللي هي بتاعة العرقسوس، اللي هي بونبوني العرقسوس ده. كل كيس كامل من بونبوني العرقسوس كل يوم لمدة أسبوعين 3، بعدها اتوفى. وده بسبب ان هو كل كتير جدا من حاجة احنا دايما بنفكر في عرق السوس ده انه حاجة طبيعية وآمنة، بس هو بيأثر على الضغط وممكن يسبب الوفاة بالكمية الكبيرة. في حاجات تانية يعني موجودة لو خدنا منها كمية صغيرة جدا ممكن تسبب الوفاة. يعني مثلا في بكتيريا معينة بتبقى بتعيش مثلا في أنواع من الأطعمة، ممكن تبقى موجودة في الفسيخ لما يتساب مدة. يعني البكتيريا دي بتطلع سم، السم ده يعتبر إن هو أكتر سم ممكن يموت في الدنيا كلها. ممكن كمية صغيرة جدا اللي هي 70 نانو جرام ممكن تموت شخص وزنه 70 كيلو. البكتيريا دي والسم بتاعها جاي من مصدر طبيعي، ما هوش مصدر صناعي، بس هي تعتبر أكتر حاجة سامة في العالم. في مثال تاني لمادة اسمها الريسين. الريسين دي مادة موجودة في بذور نبات الخروع، وهي تعتبر برضو من أكتر المواد السامة الموجودة في الدنيا. طبعا احنا بنفكر في الخروع بنفتكر ان هي حاجة طبيعية وان هي آمنة، ورغم كده، رغم ان هي جايه من مصدر طبيعي، الا ان هي واحده من اكتر المواد السامه في الدنيا. في حاجه تانية ان احنا ممكن الحاجه اللي احنا يعني هي طبيعيه لو احنا عدلنا عليها في المعمل ده يخليها اقل في السميه. يعني مثلا نبات الافيون. الافيون ده بيستخدم في مواد فيه ممكن تستخدم عشان تسكن الالم. المواد دي هي ممكن تبقى سامه جدا. في تعديلات اتعملت على المواد دي تخلي ان هي يبقى عندنا نسخه منها بس تكون اقل في السميه، اقل مثلا في التاثير ممكن، بس كمان اقل في السميه. فاحنا ممكن بالعكس عشان هي صناعيه تكون اقل في السميه من الحاجه الطبيعيه. ففي الاخر اللي بيحدد كل حاجه هي سامه ولا مش سامه هي الكميه اللي بنتناولها منها. إمم. أعتقد هي معظم الناس بتبقى شايفة الموضوع أبيض وأسود أكتر، إن المادة دي يا إما سامة، يا إما مش سامة، مش بالضرورة إن الجرعة فعلًا هي اللي ممكن تأثّر. تفتكري ليه الموضوع بيتشاف كده أبيض وأسود؟ بالظبط، هو فعلا كده زي ما قلتي، وده سببه انه الناس خايفة من كلمة حاجة كيماوية. يعني كلمة الكيموفوبيا او الخوف من الكيماويات ظاهرة مأثرة على ناس كتير. في ناس كتير شايفة انه الحاجة يا اما ان هي طبيعية يا اما ان هي كيماوية، ولو هي طبيعية تبقى آمنة، ولو هي كيماوية تبقى مش آمنة. وزي ما احنا اتكلمنا ان كل حاجة في الاخر حوالينا كيماوية، واللي بيحدد هي الجرعة بتاعتها مش مصدرها هي جاي منين، وده اللي يحدد السمية.
الحاجة التانية إنه في ناس كتير بتلعب على مشاعر الناس وتخوّفها، ففي رسايل كتير بتيجي لنا وبتيجي على واتساب تقول مثلًا التطعيم الفلاني فيه مادة سامة، الحاجة دي فيها مادة سامة. فكلمة سامة عادةً لمّا حد يقولها يعني لازم إن إحنا نسأل نفسنا هل هي فعلًا سامة وخلاص سامة يعني أبيض وأسود، والّا هي سامة لمّا الواحد يتعرّض لها بكمية كبيرة؟ طب ما المَيّة ممكن تبقى سامة لو اتعرّضنا لها بكمية كبيرة في مرّة واحدة، فلازم نسأل نفسنا كلمة سامة دي يعني هل هي كلمة علمية ودقيقة، والّا إيه اللي بيحدد الحاجة دي سامة والّا مش سامة؟ طب ممكن تكلميني يا رضوى، هم العلماء إزاي بيحددوا مدى الأمان بتوع الأدوية والمواد الكيميائية اللي إحنا ممكن نستخدمها كعلاجات، علشان نعرف إيه الجرعة منها الآمنة وتبقى بعيدة عن الجرعة اللي ممكن تؤدي لا قدر الله للسمية؟ ده سؤال مهم جدًا، جدًا. مهم نعرف إنه العلماء والناس اللي بتصنّع أدوية جديدة أو بتخترع أدوية جديدة ما تقدرش إن هي تاخد أي موافقات على إن هي تبيع الأدوية دي غير لمّا تعدّي بمراحل مراحل طويلة جدًا من اختبارات الأدوية. فالاختبارات دي لازم جزء كبير منها مهم أوي هو اختبارات الأمان، إن هم يشوفوا هل المواد دي فعلًا آمنة والّا لأ، إيه الجرعة اللي ممكن تتاخد منها تكون يعني أعراضها الجانبية مقبولة، ما تبقاش ليها سُمّية، والحاجات دي بتاخد وقت عشان يقدروا العلماء يعملوا التجارب دي، ويقدروا يقدّموا الورق والنتايج بتاعتهم للجهات اللي بتدّي الموافقات، والجهات بعد كده توافق عليها. فبالتالي المواد اللي هي الموجودة في الأدوية، اللي هي إحنا دايمًا بنفكّر فيها إنها كيماوية أو مصنّعة وإن هي هتضرنا، المواد دي بالعكس اتدرست كويس جدًا، اتعمل عليها تجارب واختبارات ومعروف هي إيه الجرعة اللي ممكن تتاخد منها تكون آمنة. ولو إحنا ماشيين على يعني كلام الطبيب وبالجرعة اللي كاتبها الطبيب، المفروض إن الحاجات دي مدروسة ومعروف هي هتعمل إيه بالضبط، لكن الحاجات اللي هي إحنا بنفكّر فيها إنها أعشاب وإنها طبيعية ومش هتضر جسمنا فناخد منها أي كمية، دي بتكون مليانة كيماويات كتير زي أي حاجة في الطبيعة مليانة مواد كتير جدًا، مش كل المواد دي اتدرست، مش كل المواد دي اتعمل عليها اختبارات عشان نعرف إيه الجرعة الآمنة منها. وبالتالي في السياق ده بيكون منطقي أكتر إن إحنا نسمع كلام الطبيب والصيدلي والناس اللي درسوا الأدوية دي، لأنها اتدرست مدة طويلة واتعرف إيه الجرعة الآمنة منها والجرعة السامة منها. لكن الحاجات اللي إحنا بنفكر فيها إنها طبيعية وناخد منها كمية كبيرة مش شرط إنها فعلًا تكون آمنة زي ما إحنا متخيلين في بالنا كده. إمم، مضبوط. يبقى نلخّص كده الكلام اللي إحنا قُلناه في الحلقة بتاعتنا النهارده والحلقات اللي فاتت. خلّينا نفتكر مع بعض إن كل حاجة حوالينا عبارة عن مادة كيميائية، ما فيش حاجة اسمها خالية من الكيماويات، لإن حتى المَيّة نفسها عبارة عن مادة كيميائية، ومش بالضرورة الحاجات الطبيعية تكون أحسن أو آمنة أكتر زي ما رضوى كانت بتتكلم دلوقتي. وفي الآخر خالص لمّا نسمع كلمة سامة، مش بالضرورة ده موضوع أبيض وأسود. الجرعة هي اللي بتحدد هل المادة فعلًا سامة والّا مش سامة. نتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معانا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى إن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرًا لوقتكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.